السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم واحد الكلاص حبيباتي بربعة ديال النكهات كيجي خطير بزاف، كينافس المحلات الكبار مع واحد الصوص ديال الشوكولا كتجي بنينه 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 بزاف. هنا حبيباتي غادي ناخذ، انا خديت هنا 4 ديال الزيت باش غادي ندير قياس واحد، يعني غادي نديرهم كاملين قياس واحد حبيباتي. هنا غادي ناخذ بسم الله غادي نبداو. هنا عندنا اطرو ديال هولالا، هنا البنات انا خدمت بهولالا، يمكن لكم تخدموا باي كريمه نتوما كتفضلوا، انا خدمت حبيباتي هنا بهولالا. هنا غادي نديرهم نفس القياس كاملين. وهنا حبيباتي كنقول انها هولالا خاصها تكون بارده في الثلاجه، بارده، وياكم البنات ديروها في الفريغو، الا درتوها في الفريغو راه غتخسر لكم. هنا كنعطي هاد النصائح للمبتدئات طبعا. الهولالا حبيباتي اي كريمه عندكم ممنوع ديروها في الفريغو، الا درتوها في الفريغو كتحبب. يعني هنا حبيباتي كنديروها غير في الثلاجه وصافي. غادي نديروها في الثلاجه ليله من قبل ومن بعد حبيباتي كنخدموا بها. هنا غادي ندير معكم النكهه الاولى، غادي نخدم باللوتيس. وهنا عندي الاوريو، وعندي هانتوما كما كتشوفوا حبيباتي عندي الاوريو، عندي اللوتيس، عندي كنحتاج البسكوي وكنحتاج حتى اللوتيس. وهنا عندي حبيباتي الفريز وعندي الشوكولا. يعني هنا كنخدم انا بربعه ديال النكهات، عندي اللوتيس، الاوريو، الفريز والشوكولا. راه غير باينين حبيباتي، غير من النكهات اللي حطيت يعني غتعرفوا الكلاص كيفاش كيجي بنين 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 بزاف. وهنا حبيباتي يمكن لكم تخدموا باي نكهه نتوما كتفضلوا، ماشي بالضروري تخدموا بنفس النكهات اللي خدمت انا، الا خدموا بداكشي اللي متوفر عندكم في الدار وداكشي اللي كتفضلوا واللي كتبغيو واللي كيبغيو عائلتكم خدموا بهم حبيباتي. هنا غادي نجيبوا الطراب الكهربائي، اي طراب عندكم خدموا به، ماشي شرط يكون بحال هذا. هنا حبيباتي غنبدا معكم بالاوريو، خديت الكريمه ديال الاوريو حيدتها، غنطربها مع الكريمه وغنخلي البسكويت ديال الاوريو حتى كطلع ليا الكريمه. هنا كتشوفوني حبيباتي نفرتت في داك البسكويت ديال الاوريو، الا بغيتو تلوحوه بحال هكاك لوحوه، انا لا كنطحنو معاها. هانتوما منين بعد ما كتوجد ليا الكريمه كندير واحد الطحنه خفيفه وصافي كيكون عندي الكلاص الاول ديال الاوريو واجد حبيباتي. غادي تشوفونو تقدروا تردوا البال لواحد القضيه ديال انني حطيت الاوريو في الاول اللي عنده الكريمه الشوكولا، عاد رديت البال البنات وحيدته، رديت اللي عنده اللي كتكون فيه الشوكولا في الابيض، ماشي اللي كتكون فيه هذيك الداخل ديال الاوريو، كيكون يا اما بالابيض يا اما بالكريمه في البيض يا اما بالكريمه في الكحل. انا البنات خدمت بالكريمه اللي عنده الكريمه في البيض. هنا حبيباتي غادي نديروا الكلاص النكهه الثانيه اولا الكلاص الثاني. هنا حبيباتي انا كنخدم في نفس الاناء، يعني ما كنبدلوش، كنبقى نمشي غير بالالوان تدريجيا باش ما نديرش الكلاص الكحل هو الاول وعاد ندير مورو الفريط غيتخربقوا ليا الالوان. كنمشي بالالوان وحده مورا الاخرى وبلا ما كنغسل الاناء اللي الطراب اللي فاش انا خدامه. هنا حبيباتي انا درت الفلون ديال الفريز حتى كيطرب ليا، وكنزيد مع حبيباتي هاد دانون البنات كنفضل هذا بالضبط. المهم الا كان قدرتوا تاخذوا هذا بالضبط البنات كيعطي واحد البنه زوينه زوينه بزاف، احسن من الفريز هذوك دانون ديال الفريز الاخرين العاديين. هذا حبيباتي كيعطي واحد البنه صراحه الله زوينه بزاف. هنا حبيباتي سالينا النكهه الثانيه ديال الفريز. هنا حبيباتي كنديروهم ضروريه في جبانيات اللي غيدخلوا لينا للفريغو. هنا انا خليتهم ليله كامله، يمكن لكم تخليوهم 4 ساعات وتخدموا بهم. هنا انا خليتهم حبيباتي ليله كامله حتى لغدتك عاد كليناهم، وكيخرجوا الخير والبركه تبارك الله. هانتوما كما كتشوفوا حبيباتي النكهه الثانيه واش درنا اولا الكلاص الثاني واش درنا. هنا غنمشيو للكلاص الثالث اولا النكهه الثالثه حبيباتي. هنا غادي نخدم معكم اللوتيس. صدقوني يا البنات هاد الكلاص ديال النكهه اللوتيس ناري شحال زوين وبنين. جربوا حبيباتي جربوا وتعرفوني علاش كنهضر. هنا كنحتاجوا تقريبا معلقه كبيره ديال اللوتيس. يمكن لكم حبيباتي في هذه المرحله طربوا الكريمه حتى تطلع لكم، عاد ديروا داك الكريمه ديال اللوتيس ماشي مشكل. يمكن لكم ما تطربوهاش من الاول عادي جدا. هنا حبيباتي حتى كنطربو كنساليو نديرها في الجبانيه ديالي، وعاد كنزيد عليها شويه ديال البسكويت ديال اللوتيس باش كنزيد نعزز هذيك المذاق ديال اللوتيس وكيعطيه واحد القرمشه زوينه. صافي كنخلط كلشي وكنحطو على جنب حتى هو.
هنا صافي وقعت لينا النكهه الرابعه والاخيره هي ديال الشوكولا. الشوكولا حبيباتي هنا احتاجي تعاود زلافه النيت ديال داك الكريمه. من بعد غادي نزيد شاصيه ديال الكاكاو اولا معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي كان عندكم ماشي مشكل، وغادي نطرب حبيباتي. هنا من بعد ما ساليت كنزيد واحد المعلقه ديال لي كاك كريم مع مراش اولا نوتيلا اللي كانت عندكم حبيباتي. غادي نزيد واحد دانون ديال الشوكولا حتى هو صافي، وكنطرب كلشي مزيان. هنايا البنات عندكم طربوا الكريمه، تبقاو طربوها حتى تولي لكم حبيباتي بحال الزبده، لا طربوا غير القياس صافي. من بعد ما كتوجد لينا الكريمه كندوروا غير دوره وحده وصافي، كنحبسوا غير باش يندمجوا لينا جميع العناصر اللي درنا وصافي. هنا حبيباتي استعملت انا هاد الحبيبات ديال الشوكولا هذوك اللي كنستعملوا في الكوكيز، نتمنى تشريوهم النوعيه الجيده باش كيجي بنين صافي حبيباتي. وكنخلطوا كلشي. هاد الحبيبات ما تخلطوهمش حبيباتي في الطراب باش كيبقاو باينين، يعني خليوهم حتى ديروهم في الجبانيه ديالكم اللي غيدخلوا للفريغو، وعاد حبيباتي ديروهم وخلطوا وصافي. هنا حبيباتي كنوريكم الكلاص كامل اللي وجدنا تبارك الله. شوفوا 4 ديال الجبانيات، وهاد الجبانيات راه عندي كبارين، راه ماشي صغيورين حبيباتي، راه غير الكاميرا حيت جايه من الفوق ما مبيناش الجبانيه قداش هي في الحجم ديالها، اما هما راهم كبارين تبارك الله كيخرجوا الخير والبركه. هنا غادي ندوز معكم لواحد الصوص ديال البنات. هنا غناخذوا نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، وشاصيه ديال الكاكاو اولا معلقه كبيره ديال الكاكاو. هنا حبيباتي معايا ما غتبقاوش تشريو حتى حاجه مزنقه، كلشي غتبقاو توجدوه في الدار ان شاء الله يا ربي. هاد الصوص كتجي بنينه، خليوها عندكم في الثلاجه في الوقيته اللي احتاجيتوها جبدوها حبيباتي زينوا بها، كتجي بنينه 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 بزاف. هنا كنخلطوا كلشي اللي درنا، نص كاس زيت، نص كاس السنيده، ونص كاس ديال الماء، وشاصيه ديال الكاكاو اولا معلقه كبيره ديال الكاكاو. غنخلطوا كلشي وكنديروها فوق النار حتى تبقى تغلى. هانتوما كما غتشوفوا حبيباتي. من بعد غادي نزيدوا عليها طريفات ديال الشوكولاط، ونتمنى الشوكولاط يكون نوعيه جيده. هنا حبيباتي غير تبدا تغلى، هانتوما كما كتشوفوا غادي نخلطوا ونلوحوا الشوكولاط، ما تخليوهاش تعقد بزاف. هنا نصيحه ما تخليوهاش تعقد بزاف حيت حنا كنحتاجو هنا صوص حبيباتي، ماشي يعني كريمه باش نخليوها تعقد، لا هذا غير صوص، يعني نخليوها غير بيد ماده بالشكلاط وصافي كنطفيو النار. هنا حبيباتي واحد النصيحه، الا طفيتوا النار من بعد ما تبرد لكم الكريمه وتلقاوها جمدت لكم، يعني بحال قصحت لكم شويه، يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الماء دافي وتطلقوها، وها هي غتكون عندكم لاصوص ديالكم واجده. هذه غير فقط اضافه الى وقعتوا في هذا المشكل هذا. هنا حبيباتي الكلاص منين جبدوه من الفريغو خليوه ينطلق واحد شويه. انا هنا الصراحه الله كنت مزروبه شويه داكشي باش ما خليتوش حتى ينطلق عاد نخدم به، يعني خدمت به شويه هو مازال جامد. كي جبدته من الفريغو بديت كنخدم به غتشوفوا بحال بعض الكرات عندي بحال تفرتوا حيت مازال حبيباتي جامد بزاف. هنا غتخليوه تخرجوه من الفريغو من قبل واحد 10 دقائق وعاد خدموا به. وهنا الصوص ديالنا شوفوا حبيباتي من بعد ما بردات مزيان، يمكن لكم ديروها في بوش اولا تخدموا غير بحال هكا بالمعلقه، ماشي مشكل اللي كما بغيتوا تخدموا ماشي مشكل حبيباتي. المهم هي الصوص ديال الشوكولا كتجي بنينه وما تشريوهاش حبيباتي مزنقه، وجدوها غير في الدار وديروها في اناء عندكم في الثلاجه، وقتاش ما احتاجيتوها جبدوها زينوا بها اي حاجه بغيتو تزينوا به. هنا حبيباتي انا استعملت السيجار، يمكن لكم تقدموا هاد الكؤوس عفوا كما نتوما بغيتو. هنا حبيباتي ها نتوما كما كتشوفوا درت عاود حبيبات ديال الشوكولا هذاك اللي خدمت به من قبل في الكلاص ديال الشوكولا كنزين به، وزينت بواحد العريشات ديال النعناع وبالصحه والراحه. وهنا غادي نديرو حبيباتي المعلقات اللي باش غادي ناكلو وصافي، والكلاص ديالنا كيكون واجد وبالصحه والراحه حبيباتي.